شوف صديقي صاحب التعليق، تعال خل علمك شلون المحترفين يتعاملون ويا انتشار الطلق ويتفادونه، لين ماكو شي اسمه حل لمشكلة انتشار الطلق. بس خل افهمك على شي، انه لكل سلاح اكو نطاق لانتشار الطلق. لما تكون واقف الانتشار راح يكون اقل، لما تقعد راح يقل الانتشار، لما تنبطح راح يقل اكثر الانتشار. حلو؟ كل ما تحركت راح يصير انتشار طلق اكثر بالسلاح. حلو صديقي؟ اللاعب المحترف شلون يتعامل ويا هاي السالفة؟ اذا منتبه على الفيديوهات مالتي وانتبه على الفيديوهات مال اللاعبين المحترفين، حلو؟ وتقدر تمنشن واحد من جماعتك لاعب محترف فول احتراف. شوف شي يسوي. اول شي يا اما يفتح سكوب ويرمي على الخصم، يا اما يكون حافظ الهيد فاير مال السلاح اللي شايله. يعني شلون؟ يعني اقعد وارمي، انا حافظ ايش كم طلقة راح اجيب بلايكي هيد شات. حلو؟ هنا أنا ايش راح اسوي؟ راح اكون مسيطر على الفايت بنسبة 100%. اوكي؟ لما تجيني انت اليوم تريد حل لمشكلة انتشار طلق، ماكو شي اسمه حل، وانما تقدر تتفادى سالفة انتشار الطلق. انا ما حكيت بهاي المواضيع بصراحة حسب كل اللي موجودين ضدي، او خلينا نقول كل اللي متابعين الواعيب محترفين يعرفون هاي الامور ويعرفون هاي السوالف. بس ما يجيك واحد يضحك عليك وسر انتشار الطلق، لا صديقي، يعني روح انتبه للفيديوهات مالتهم، راح تلقيه يا اما يقعد ويرمي، يا اما يفتح سكوب ويرمي، يا اما يسوي له حركة على مود شنو، على مود بس يشيل سالفة او يقلل انتشار الطلق. واكو شغلة ثانية، الاضافات هنا تحكمك بالانتشار مال الطلق. يعني من لما تجي تشد سبريسر، او مثلا تشد معادل، او تشد اي شي تريده، راح ممكن يقلل لك من حد انتشار الطلق. ودائما انا انصحك لما يكون الفايت اكثر من مسافة 20 متر فلازم تفتح سكوب. يعني بهاي المسافة اني افتح سكوب، ممكن انت لازم بهاي المسافة حاول تفتح سكوب صديقي، لان هاي المسافة انه الخصم مالتك شنو ايش قد تريد باوع، يا ما تكون واقف. هسه انا لما واقف شوف ايش قد تجيك هيدات، بس لما نتحرك الهيدات راح تقل مالتك بسبب نطاق انتشار الطلق مال السلاح. طبعا هاي المحترفين هيك يتعاملون ويا انتشار الطلق. اتمنى وصلت الفكرة، واذا عجبك خلي لايك ومتابعة، وبكيفك بعد.